جميل هذا القيم يا اخواني، هذه استثناءات اقسم بالله لا يمكن ان تجدوها الا في المغاربه. هذه القيم انتم تاكلون الدماغ ديالها، هذاك اللي داخل المخ هذا كيتخرج بوحديته ولا يعطى للاطفال لقلته، فكانت هناك خرافات يقولون من اكل المخ يكون فمه خانز، لذلك كان يستفرد به الكهول لانه قليل. كانت هذه يمكن مؤامره لانه على الاطفال قليل، يقول لك بيبقى فمك خانز عشان تاكلوا انتم. كانوا يقالوا للاطفال يعني لا حاجه في اكله لانه يعطي رائحه كريهه للفم، لذلك يستفرد به الكبار. وهذاك المخ عنده طريقه في الاكل، يعني في الطبخ ديالو بالثوم وبالتوابل وباشياء جميله جدا. يعني لذلك نزيل المخ من الراس والراس يطبخ الليله كامله في داك ديال الكسكسو على البخار. اسمح لي يا اخي، اسمح لي، الله يرحم لك الوالده، بس درت حاجه يعني ما شاء الله انتم. لا حتى طيب، ماذا عن ارجل الخروف؟ تعملوها كراعين يسموها انتم؟ كانوا مع الدواره. اوف يعني انتم الخروف هذا تتفننوا فيه من راسه الى ذنبه الى رجليه. داكشي اللي تشوط، هذاك الراس اللي تشوط، الكرعين اللي تشوطوا، الكرعين يؤكلون مع المصران والمصران ويتكلوا المصران كيتكلوا مع المصران. يعني لحظه، السؤال واضح هو صريح، انتم ما ترموا والو من الخروف؟ مرحبا بكم اصدقاء في فيديو جديد. عواشركم مبروكات، عيدوا وتعاودوا ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا اسعد الشرحي غادي يطلع للجزائريين، غادي يسول الجزائريين يعني علاش تبون ما قدرش يخنشل الحولي السردي المغربي. صراحه فيديو شيق ورائع وممتع وفيه بزاف ديال الفقرات واللحظات يعني اللي كتقتل بالضحك. خليكم مع الفيديو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ولا شيء الدوره ديالو وداك واحد الامعاء اللي كتكون عامره بالغبار اللي كتكون المهم غاده من المعده باش كتمشي لواد الحار. لا حتى هذاك تنديروا بها مازال تنديروا في الروبيني. شوف حتى لحظه حتى هذا لا ياكلهن البرنوسي والله ما سائل فيش. لا تنديروا غبار الفلاحه، تندوه الفلاحه تجي يا سلام، تولي بحال نعناع قتامه تولي بحال القاط. الله ما اروعكم يا المغاربه. السلام عليكم. السلام عليكم اسعد. عليكم السلام ورحمه الله. واش كنتي العين في الله يبارك فيكم، مبروك عواشركم. المهم يوم عرفه مبارك على الجميع ان شاء الله. وقت عرفه امين. واش عمرك كليتي العين؟ اعوذ بالله ما يمكنش. واش اعوذ بالله؟ شكلها مقزز والله العظيم، شكلها مقزز. لذيذه مقزز. تاكلوا العيون انتم؟ لا مش معقول يا صاحبي. علاش ما يتكاش مالها؟ ما يمكنش يا صاحبي. انت ماشي مغربي، انت ما عارف والو. تاكل العين؟ اسالك بالله تاكل العين؟ ما يمكن. سول الملح والكمون. تاكل العيون بالملح والكمون. كيكون الراس مفور، الراس كيكون مفور كومبلي يا اخي. الراس اصلا العين هي تضمر ما عاد يبقاش عين اصلا. منين كتحيد واحد النقيطه بيضاء اللي كتكون فيها واحد بحال المره كحله كتلاح وكتاكل الباقي بالكمون والملح. يا سلام يا برنوسي. انت هذا العام كلها ورد علينا الاخبار. لحظه البرنوسي ياكل عيون الخروف، انت تاكل العيون ان شاء الله. 2040 بغينا نعاود نفوروا الله يدور حتى هي، وبغينا نقصوها ونزيدوا ليها الملح حتى هي، وبغينا ناكلوها 2040 ان شاء الله. لا قولوا لي بالصحه بامانه لكن بالصدق يعني. تاكلون العيون؟ نعم عادي. ايش من عادي يا اخي صاحبي؟ تاكلها شوف الجمل يا اخي التعليقات كلها تقول لا احد ياكلها. وتبع التعليقات ديال التبونيين. انا نعطيك واحد النصيحه. نظموا الهضره وانتم بنهضروا كلنا. ايوا واحد واش الناس يسمعوا؟ راه كاين اللي كاين اللي الطبيب محيد لي اصلا الخروف كل ما تياكلوش، تياكلها العفروس. على فكره سي اسعد، هذا اللي تيقول لك لا اصلا كاين اللي محيد ليه الطبيب اصلا اللحم كله ما تياكلوش، عايش على بالنخاله كيبيبي. الناس ياكلوا لحم وهو واكل نخاله. اسعد انا نعطيك واحد الحاجه اللي هي زوينه. المجيه الجايه ديالك مدينه صفرون ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تلقاني موجد لك هاد الراس مفور بهاد العين هادي. نو لا ما بغيتهاش. جهز لي الكرداسه. ندير لك الكرداسه.
ديرها انا عندكم في نهايه الشهر ان شاء الله. صافي الا جيتي هاد النهايه ديال هاد الشهر راه المره انا اللي جاي في حب الملوك. صافي راه المهم لو 14 ولا لو 15 ولا لو 16 غادي يقدر يكون المهم مهرجان ديال حب الملوك هنا في صفرو. الله 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 عجيب. وإلا جيتي مرحبا بك، غادي تلقانا تما كاينه. راه ديك النهاريات فاش جيتي لهنايا لصفرو فاش درناك في العماريه الا عقلتي. اييه راه كنتي تما كاينه في صفرو. انت كنت معنا؟ راني كنت. ما شاء الله كانت اجواء رائعه في صفرو. راني كنت معاكم انايا باش ربما واش تعقل عليا ولا ما تعقلش عليا. انايا شخصيا كنت لابس طربوشه حمراء، كنت داير طريبيشه حمراء. انت كان عندك كاميرا؟ كنت ماسك كاميرا انت ولا شي صور؟ لا 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 لا، كنت انا جالس في الكرسي خلف الكرسي اللي كنتي جالس فيه انت في الاول. دابا انت تاكل عيون الخروف بالله عليك. والله الا كان ناكلوا كل شيء اللي جاب الله كيتكال. والله نكذب عليك السي اشعل، والله الا كان ناكلوا كل شيء بالله. ما شاء الله عليكم المغاربه، ما شاء الله عليكم والله. وجا المنطقه ديال الاطلس معروفه بهذه المساله هذه ديال ان الخروف، وحنايا اصلا كبرنا في هذا الخير هذا تبارك الله وصلاه على النبي. وعندنا واحد الميزه اخرى اللي كنديروها بالحولي ولكن ماشي ديال العيد، في المناسبات اخرين اللي كنقبضوا الحولي كامل وكنبداو نديروا فيه واحد العصا طويل وكنبداو نشلحوه ونديروا فيه السمن والمليحه ديالو ويدخل في واحد الفرن ديالو ويتشوى. وكيتشوى يا سلام. جوعتني يا صاحبي. لا هذا الشيء الا جيتي لصفرون ان شاء الله الرحمن الرحيم والله سيدي بالله المعبود تلقاه موجود. والله انكم خطيرين يا المغاربه اخي، تتفننون في الحياه الدنيا هذه بشكل عجيب. اش عندنا في الدنيا سي اسعد؟ ما شاء الله، الله يعطيكم الصحه يا اخي، الله يعطيكم. ما عندنا في الدنيا والو، ها احنا داخلين من هذا الباب غنخرجوا من الباب الاخر. الانسان هو يعيش حياته ويتفتح. الله الله بالصح، كلنا الى زوال، كلنا زائلون. داكشي اللي كاين. شكرا لك يا اخي من صفرو، ونراك ان شاء الله قريبا باذن الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك وينورك، تحياتي لك. وعواشرك مبروكه والاخوان كاملين والجميع الحضور اللي معكم والاخوات والاخوان اللي راهم معنا في الكيس. وبصراحه كنبغي نطلع لعندك ولكن المهم في هذه المناسبه العيد طلعت نبارك لك العواشر. مرحبا. ونقول لكم عيدكم مبروك، تعيدوا وتعاودوا وبما تمنيتوا في حياتكم ان شاء الله الرحمن الرحيم لكم وللاخوان جميعا. والله يجعل سيدي ربي يدوز هذا العيد هذا بخير وعلى خير علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه. وتحيه لكم وشكرا على المساحه السي اسعد. شكرا اخواني. انا بغيت تعطوني فكره عن الطفل، ماذا عن الطفل المغربي يوم العيد، ثم المراه المغربيه مسكينه يا اخي، انا بقى فيها الحال منها اني ما تنامش نهائيا من قبل بليله. قولوا لي ما هي الطفوله، كيف الطفوله يوم العيد؟ رضا تفضل يا رضا تحت. وي شوف الطفوله دوزناها حنايا نهار العيد. المهم نهار كامل كنطلعوا السطوره د الماء من السطح لتحت، فهمتي؟ كاين يا اما القزدار يا اما كنجريو من السطح للكوزينه لتحت السطوره د الماء والسياقه نسيقوا. المهم ما زالت عندكم ذكريات من الطفوله يعني؟ ضروري. انا دابا ما نكذبش عليك، انا بحال واحد العدد ديال الناس ما نعيدش غدا نمشي للمصلى والعيد ديالي عيد تذبح في المغرب العيد ديالي، وعطيت الوصيه ديالي انه يتذبح الذبيحه ويتصدق يعني اللحم ديالو يتصدق للناس المساكين وداك الشيء تما. يعني انا ما عنديش عيد غدا، انا العيد ديالي هو الصلاه في الصباح ونباركوا العواشر بالتليفون وصافي. هادشي اللي عطا الله انا ما نديرو والله غالب. دابا المهم هذاك الاخ اللي كان كيهضر قبيله راه حتى كنت باغي نحل الميكرو نقول ليه سكت علينا انت صدعتينا كاع بديتي كاع. شكون شكلان؟ لا واحد الاخ كان كيهضر قبيله كاع واقيلا بالاكادير، فكرنا في الذكريات ولينا لك يا صاحبي. ذكركم بالهذا. باغي نقول ليه سكتنا دابا انت كاع ما، ولكن هادشي اللي عطا الله ما عندك ما دير. الله ينور قلوبكم صراحه، الله يعاونكم بصراحه والله. امين. صعب حتى انا اعاني من نفس الموضوع. الله يحفظك يا رضا. ان شاء الله غادي نخداو كاع المداخلات، حنا ما خدينا المداخله. زربتي عليا انا قلت تقول لي يلاه. لا هدر انا فكرتك كملت يا اخي عادي. لا ما كملت والو. شوف هو كل منطقه في المغرب وهي كاينه بحال دابا هذه القضيه ديال اللي قالوا لك الاخوان في الحومه ولا في الدرب، الناس كيذبحوا المراه كتكون يا اما راجلها كيكون عسكري ولا مات لها راجلها ولا مطلقه ولا يعني الناس هذيك كتلقاها في جميع المناطق تقريبا. انا عقلت عليها ملي كنت صغير كانوا الناس كيديروها، واخا دابا راه ولات قليله ما نكذبوش على راسنا.
راه ما بقاتش بزاف. دابا راه كتلقى بنادم كيجيب الكزار وفهمتي وكيمشي يدي عند نسيبو ويدي عند جارو المفضل ليه، وكتلقى واحد كيتسنى شكون يذبح ليه ما كيعرفش يذبح وشي ما كيعقلش على شي. باش نكونوا واضحين، باش المهم باش نكونوا واضحين، يعني حتى كيدوز واحد كيقول لي راه عندي واحد الكزار ولا فلان، حيت كلشي كيبغي يذبح قبل، فهمتي؟ كلشي كيبغي يذبح الاول يتهنى من الذبيحه باش يدوز لحاجه اخرى. ولكن بكري في الثمانينات وداك الشيء هادشي كان، ولكن خفات مع الامور، يعني الامور تبدلات ولا الناس حدوديين، الناس دخلوا سوق راسهم. وانا هذه القضيه ديال تشواط الريوس كنت درتها انايا، درتها خدمه، كنت خلصت فيها من الناس ديال الدرب. انت اشتغلت هذه الشغله؟ شوف كان واحد صاحبي، كنا صغار عندنا 14 سنه 15 سنه راك عارف، واحد صاحبي جبنا هذيك، عرفتي هذيك ديال الناموسيه ديال الحديد، وجبنا الحطب وجمعنا داك الشيء بالليل. وانا في الصباح دابا كيقلبوا عليا، نط في الصباح بكري فهمتي، مشيت للمصلى وكيقلبوا عليا ماني للدار، وراك عارف ديك الوقيته ما كاين لا بورطابل باش يعيطوا لك لا والو. مشينا لواحد التيران كان مورانا ليه، والناس كيجيبوا لنا الريوس، وداخل انايا مع ديك الجوج كيقلبوا عليا ماني للدار، انا جاي معايا الناس كانوا كيعطوني 10 دراهم للراس، فهمتي؟ كيعطوك 10 دراهم، 10 دراهم كانت عندها قيمه ديك الوقيته، كان عقل عليها ممتازه. 10 دراهم على الراس الواحد رائعه، مزيان. دابا 10 دراهم ما تشويلكش الراس، ما يقبلوش. انا شفت ان عندكم ما شاء الله اكثر من 10 انواع خرفان. هل كل منطقه مشهوره بنوع من انواع الخرفان؟ هو اللي عندهم مختلف شويه هو الناس ديال الجباله عندهم واحد الخروف ما عرفتش كيفاش كيسميوه، كتلقى هذاك، ولكن الاغلبيه ديال المغرب كيسموه ما اسمه ما عرفتش، ما عقلتش على السميه ديالو، راه عنده واحد النوع ما اسمه. شوف لي اسمه واحد. انواع الخرفان كانت عندي والله، انا كنت مجهز صوره لانواع الخرفان، ما ادري وين راحت مني، نسيت. ولكن المغاربه الاغلبيه كيفضلوا السردي، باش نقولوا واضحين، السردي يعني ماركه مغربيه. ما ادري انتم تنسجوا روايات عن السردي انه ياكل على ابيض وينام على ابيض ويمشي على ابيض. اش من روايات، حولي يعني حولي ماركه مسجله مغربيه، عندك عيد ديوان العالم الاخر يسجلوها في اليونسكو ولا شي حاجه. تمحصيت، اسمه تمحصيت. ما عرفتش. تيم حديت هذاك اسعد، تيم حديت. ولكن واحد ديال الجبن راه معروف. لحظه خلوني احصيها. المعلقين اكتبوا تمحضيت، سردي، واش باقي؟ الدمان. ها؟ الدمان. البرقي والدمان. البرقي والدمان. ولكن كاين واحد، حنا معروفين هنا بسوس، اللي موجود عندنا بسوس هو فري فاير اللي موجود عندنا هنايا بسوس. انت كده برنوسي خروفكم مختلف تماما عن بقيه الخرفان. لا سوس معروف بفري فاير، باش معروف سوس كان واحد النوع ما اسمه فري فاير. هذا يا اخي اسم سياره، الله يهديك. ايش من فري فاير؟ عتروس تنسموه بفري فاير عتروس يا اخي والله فكرتك بتقول فراري وما ادري ايش هذا، الله يهديك. هذه سياره فري فاير تنقولها العتروس. والله انه اسم فرنسي هذا. فري فايت يعني سياره فرنسيه او ايطاليه. لا هذيك تيليجو تتلعب بزاف التليفونات، تلقى ينقز من على اليمين على اليسار لفوق لتحت، يعني مسمينو بفري فاير اللي هو العتروس اللي كنتي في طاع الله. هذاك اللي كيجبد شنو اركان ياك، اللي كيقطع الشجره اركان. هذاك محارب، هذاك فري فايت نيت. ما هي الخيلوطه ولا جمعت الكرعين مع التقليه مع الكبده مع المصار ودرت هوفر كل كامينه وطيب، هذيك تسمى التقليه. اسعد فايت كليتي الطيحان في المغرب نتايا؟ الطيحان فايت كليتي الطحال؟ لا ولا ما كليتي؟ لا مره كذا في مشاوي ما عجبنيش. لا اول مره جا الاسعد للطريق هو ما كل الطيحان، طاح في مره تضربوا في مرض طاح التليفون للسماء لا خاصو ياكل الطيحان بحقه وطريقه كي انا عجبني البولفاف والتقليه بزاف، عجبني بزاف. هذاك الشيء عادي داك الشيء، ولكن لا الطيحان انا كنقول لكم هذاك الشيء كلشي كيديروا. كاين شي حوايج شي ناس ما كيديروش الطيحان، كاينين شي ناس كيلوحوا هذا الشيء هذا ما كياكلوش. هذا الخروف من اي نوع؟ البرقي هذا فيه نظام او لا هذا من ديال خنيفره. اخ اسعد فيه نظام او اي واحد ممكن يحكي؟ لا اي واحد يهدر يا اخي، اي واحد، بس تنظموا شويه بس عشان نسمع واحد. خلاص ما اسم هذا الخروف يا اخي؟ انا شفته ما شاء الله ممتلئ. البرقي السي اسعد، البرقي سميتو السي اسعد. يا اخي انا قال لي زكريا
زكريا صاحبي قال انه قال الخنيفري. ناسي اسعد. ولكن البرقي هذا اسعد راه البرقي راه في نواحي ديال الاطلس المتوسط، كاين في خنيفره، كاين في قلموس. ما شاء الله ما شاء الله يا اخي، ممتلئات بزاف. نعم. انا شفت خروف قيل لي انه من وجده يا اخي جميل. نعم. عيونه زرق، عيونه زرق وشعرها اصفر. كاين واحد السلاله دابا المغرب يعني تيحاول انه ينتج فيها، هي خليط ما بين هذا السردي اللي تنعرفوه حنا كسردي كبير البليه وداك يعني الحجم ديالو كبير وكل شيء، مع البرقي ولا مع الدمان على ما اظن. وفيه دابا عفوا جنرال، هل هناك سلاله خاصه بكم يعني هي الخرفان هذا الذي عندكم؟ السردي سلاله مغربيه محضه، كاين البرقي كاين يا اخي السردي. انا شفت عمي تبون يقول انهم ديالهم، صلي على راسك. راه عنده حتى اركان راه ديال تبون. علاش اصاحبي؟ راه اي حاجه يقولها تبون راه ديالو، مالك؟ ايش هذا؟ الخرفان اخويا الله عمي تبون الطائره هذو الاستيراد الخرفان. رجعهم شوفوا والله راح. هادو جاو في الطياره خاصه فاش تيمشي عمي تبون ولا فاش تيزور الدوان فاش جابوهم. هذا كيف تشوطوا الراس ديالو؟ هذا ما يمكن تشوط هذا خصك تصيبو كومبلي وتديرو في الخبز وتديه. لا خي سعاد، هذا تتديه للكوافور، تتديه للحلاق بعدا باش يصاوبوا له وين العيون؟ وين العيون ديالهم؟ وين الامور؟ الله يهديك يا ابو رموس. ايش هذا؟ هذه مش خرفان يا صاحبي، هذه كائنات اخرى فضائيه يمكن. الاخ اسعد اسمح لي بقيت ساكت، ولا اذا سمحت يعني خلوا الاخ يتكلم يا اخي، خلوا الاخ علي يتكلم. تكلم يا علي، تكلم. هذا خويا سعاد الا مشيت عند مولا با يقول لك واش بغيت تاكلو هنا ولا بغيت تجي معاك للدار. خلي علي يتكلم. يا اخي اسعد. مرحبا اخويا. مرحبا. انا من اقليم بولمان ولكن في واشنطن الامريكيه. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا. مهاجر في امريكا. انت اصبحت عندنا خبير شؤون المغاربيه والمغربيه. اخي احب انبش فيك، احب اشوف خصوصياتكم، انا تبهرني صراحه. يا اخي امريكا ما فيها افضل، يعني شو راح اقول لك، لازم شويه نظام في المناسبات. المناسبات مناسبات روحانيه. الحمد لله احنا المغاربه كنفتخروا بالعادات والتقاليد والمجتمع ديالنا. مناسبات جميله، احنا المغاربه الحمد لله واحد الدفء جميل جدا. ومثل ما انت في يمني في المغرب، انا مغربي في امريكا، يعني فيه اختلاف، فيه نقاط مشتركه، وفيه يعني لانه نشوف الموضوع من زاويه شويه تختلف يعني. فعيد مبارك للبشريه جمعاء. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير، واهل اليمن بخير. امين. وعيد مبارك للبشريه جمعاء. الله يحفظك، الله ينورك. بالنسبه للنظام، يعني غادي نهضر معك بالدارجه، حضي راسك شويه من الكوليسترول. يا اخي والله ان انا قاعد ادق كل شيء. اسمح لي. لا اسمح لي اخي الشرعي، اسمح لي الله يحفظك. بالنسبه للعيد، طقوس العيد في امريكا، فانا في واشنطن، ولايه فيرجينيا قريبه لي مثل سلا الى الرباط، يعني فرقنا نهر البوتوماك ريفر، وفيه ولايه ماريلاند الى الغرب. فالمجتمع منظم، يعني ما يمكنش تجي. اي مجتمع تقصد؟ المجتمع الامريكي. المجتمع الامريكي يعني في واشنطن في العاصمه. والمغاربه والله منظمين يا اخي. يعني سؤالك يقصد ان انا قلت غير منظمين؟ لا انا معذرة اخي اسعد الله يحفظك. والله منظمين ما شاء الله عليهم. طبعا ما شاء الله عليك، يعني انت بتعطيهم 10/10 ما شاء الله، انا بعطيهم 20/10. على كل حال، المغاربه يعني يتميزون بدفء ما شاء الله عليهم، يعني عاطفي. اولاد بلادي. في الاول انا سمعتكم تناقشوا موضوع يعني المغفره وما الى ذلك. فالغفران شيء جميل، شيء جميل انك تغفر لجارك اللي مثلا اعتدى عليك، او يعني اخوه، بس لازم انه ما يكون مثل ما نقول في المغرب الدواء الحمر.
او ها؟ راح لازم تسال المغاربه عن معنى الدواء الاحمر. اذا الاصدقاء كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كنعاود نجدد لكم يعني التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الاضحى المبارك. تعيدوا تعاودوا ان شاء الله تعالى. خلوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، شنو بان لكم في اسعد الشرعي في هذا السؤال اللي عطى الجزائري اللي قال ليه يعني علاش ما استطاعش تبوني خنش الحولي السردي المغربي. صراحه السياسه الحكيمه ديال صاحب جلاله خلات الحولي السردي المغربي يعني منفرد في العالم. يعني الدولة الوحيدة اللي كتملك هذه الفصيلة هي المغرب. خلوا لي الآراء ديالكم في التعليقات. كنشكركم على لايك خوتي، على السيبور وعلى الدعم ديالكم. شكرا بزاف على التفاعل في الفيديو الماضي. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.